السلام عليكم يا جماعة، ويلا بينا نبدأ رسم. اولا نفتح البرجل على 4.5 سنتي عشان نقدر نعمل دايرة طول قطرها 9 سنتي، ونبدأ نقسم الدايرة بالنص. طبعا يا جماعة انا هسرع القياسات دي عشان هي دلوقتي ملهاش لازمة. انا هبقى اديك سكرين شوت للقياسات كلها وانت تبقى تعملها لوحدك. في جحيم يأسي قد تلاشى كفا وحظي لا يزال يذيقني مر الإقطاع، لكني ورغم الخفاء روحي بي تفيض عزما ولا تحيد. حان يومي حان يا أمنياتي هيا استفيقي، الحسن شعاري والصبر رفيقي. وزي ما قلت لك هي دي القياسات اللي انا عملتها. تابع الفيديو واحفظ القياسات دي عندك عشان هتحتاجها عشان ترسم رسمة معايا مظبوطة. ويلا بينا. اولا كده هنبدأ في الاوتلاين بتاع الوش او الفك ايا كان، وما تنساش الحاجات الاولية دي او الاساسيات دي بنعملها بقلم خفيف او ضغط خفيف عشان هنمسحها بعدين. طيب نبدأ بالعين، وعايزك تشتغل يعني قلم سنون او ادق قلم عندك او قلم رصاص عادي بس يكون سنه مبري عشان العين يعني محتاجة تفاصيل وبتاع. يعني ايه، حاول تجيب قلم سنون على قد ما تقدر. والنور أحلامي ينير طريقي كشمس أصيل ما لذتني وتسكي ثمور ربيعي. والشبح خوفي سينتهي بي ويوما ما سوف يحتدي بي. كل فقد أمالا في صميم قلبي نابض. الداي has come تبكيني كنفس ضوعي بعد إغراقي في دموعي. كلما نال مني الإخفاء كان يسمع ليلا أنيني. just I was crying. يا أمنياتي هيا استفيقي، العزم شعاري والصبر رفيقي. ومهما تتالت في وجه الصعاب محال إخماد لهيبي. ضياء فجري يحكي مصيري، طموحي أقوى بصدق يقيني. والكون سيشهد أني مثال العشق العالي. الداي has come. بقى جاي تقول نفتح باب الاتنين مقفول. معلش مفيش في ايديا حلول تنفع ترضيك. بأمارة مين افضل هنا حتى دقيقتين؟ تقيل على قلبي اتنفس هوا بيطير حواليك. لو جاي في رجوع انساني شوف لك موضوع تاني. ارجع لي للي اذاني وعليا بيه.
ما تقلبليش في مواجع، وقتك ده خلاص بقى ضايع. مش لاقي البنا في الشارع علشان ارميك. نبدأ ننزل خطوط من نهاية العين او من بدايتها كان يعني، ونبدأ نحدد من عليها اللي هو طول البق. ان انا بلحاني وافوق، ومش زي زمان نمشي وارجع لك مرة كمان. سكت انا قلبي وعالي خلاص بقى كلمة فوق. لو جاي في رجوع انساني شوف لك موضوع تاني. ارجع لي للأذاني وعليا بيه. نبدأ نرسم اوتلاين الفك بشكل مظبوط، بس اولا نبدأ نرسم منبت صغير من الشعر عشان نعرف مكان الودن. لا البلا في الشارع علشان شايفين الخط اللي انا عملته تحت الدايرة ده عشان تقدر تحدد مكان الودن فين. وهنا عرفنا من الخط ده ان هو تحت الودن فوق الخط ده بشوية. وهنا بقى نبدأ نعمل اوتلاين الفك زي ما احنا قلنا. ليتها في صباحي في مسائي، ليتها تسهو لي أمنياتي، باسمة في بهاء لي تلوح، تنسيني ما مضى يا ملاكي. ونبدأ بقى نرسم الشعر، بس هنبدأ الأول من منبته طبعا يعني بدهي جدا. لي قمرا في عتم الليالي، ألا يا ليت الدنيا تحنو ترحمني، ترأف بي تتركني في هدوء في سلام. ألا يا ليت الحب يصحو. حاول تخلي ايدك سريعة وانت بترسم الشعر عشان يطلع معاك انسيابي. من شرور من ظلام، لكم ناديت الخير يعلو يخلصني يحررني. من سناه والأحلام. لا يا جماعة اعتذر منكم، يعني انا
بعد ما انا خلصت الشعر والرقبة اكتشفت ان انا ما كنتش فاتح الكاميرا على التصوير. فالصورة قدامكم اهي، ياريت تجتهدوا وتعرفوا ترسموا الشعر والرقبة. 鉄の玉が正義の証明貫けば英雄に近づいたその目を閉じて触れてみれば同じ形同じ体温の悪魔僕はダメってあいつはいいのそこに壁があっただけなのに生まれてしまった وهنا يا جماعة بعد ما خلصنا الشعر لاحظت بس ايه غلطة هنا في الاوت لاين بس بعدلها. وطبعا الصورة ما كانش فيها لبس، انا حطيت اللبس من عندي، وبرضو الشعر ما كانش كامل، انا كملت الشعر من عندي. فاللي يحب يكمل من الصورة دي سبت لك الصورة فاضية يعملها سكرين شوت. وقررت ان انا اظللها بلاش تلوين عشان الصراحة انا كنت صايم ومش قادر الصراحة وسلكت جامد في التظليل. فما تنساش اللايك والفولو، تكتب لي في الكومنتات اذا الرسمة عجبتك ولا لا، وما تنساش اللايك والاشتراك في القناة وتصلي على النبي، والسلام عليكم. ودي يا جماعة الرسمة بعد التعديل، قولوا رأيكم وبس والله.